كل يوم بداية جديدة لحاجة بسيطة أحسن من امبارح. أهلا بكم في فيديو جديد. خليني أسألك سؤال: كم مرة حكمت على شخص من أول انطباع؟ وكم مرة بعد كده اكتشفت إنك غلط؟ للأسف إحنا كلنا بقينا عايشين في زمن الحكم السريع. بنشوف صورة فنحكم، بنشوف فيديو مدته 30 ثانية فنحكم، وكأننا بقينا نعرف حياة الناس من لقطة أو صورة أو حتى موقف واحد. لكن خليني أقولك إن الحقيقة غير كده تماما. الحقيقة والواقع بيقول إن مفيش إنسان تقدر تعرفه من أول مرة، أو حتى تقدر تفهم شخصيته من أول نظرة، ومفيش حد تقدر تحكم عليه من موقف واحد. وعنده معارك بيحاربها في صمت، وعنده وجع وألم لكن للأسف بيخبي وراها ابتسامة. ممكن تلاقي الشخص اللي انت شايفه عصبي عمال على بطال ده وطول الوقت ممكن يبقى ضاغط عليه بيته، شغله، صحته، ظروفه المالية، أو أي ظرف من الظروف الحياتية اليومية. وممكن الشخص اللي أنت شايفه طول الوقت مبسوط ممكن تلاقيه شايل هموم وبينام كل يوم بالعافية بسبب همومه اللي شايلها. ناس كتير جدا بتنام شايلة هموم للأسف محدش يعرف عنها حاجة. وممكن الشخص اللي اتأخر في حياته ممكن يكون بيجري جري محدش شايفه ولا يعرف عنه حاجة. احنا للأسف بقينا بنحب نصدر الأحكام قبل ما نعرف الحقيقة الكاملة. نقول على ده متكبر، ونقول على ده فاشل، ونقول على ده بيستعرض، وأصل ده بيعمل كده علشان يلفت الانتباه. طب على أساس إيه؟ هل أنت عشت حياته؟ هل أنت شفت ظروفه اللي بيمر بيها كل يوم؟ طب هل سمعت منه حكايته الكاملة؟ أكيد طبعا لأ، وعشان كده معظم أحكامنا على بقية البشر بتكون أحكام ظالمة. في ناس خسرت شغل ولقمة عيش بسبب كلام ناس، وفي ناس خسرت أصحاب، وفي ناس اتجرحت نفسيا من كلمة اتقالت من غير تفكير. ويمكن الكلمة اللي سيادتك قلتها بدون أي تفكير وفاكرها هتعدي في ثواني ممكن تقعد مع اللي سمعها سنين وسيادتك مش داري. عشان كده خليني أقولك قبل ما تحكم على أي حد اقف ثانية مع نفسك وفكر لثواني واسأل نفسك الكام سؤال دول: هل أنا أعرف الحقيقة؟ لو لقيت نفسك بتجاوب على نفسك بلأ يبقى الأفضل إن أنت تدي للناس عذر مش حكم، لأن مش كل اللي ساكت ضعيف، ومش كل اللي بيتكلم قوي، ومش كل اللي ناجح مرتاح، ومش كل اللي فشل في حياته كده خلاص انتهى. كتير مننا بيمر بأيام صعبة، وعشان كده محتاجين حد يفهمنا قبل ما يحاسبنا. يمكن أفضل حاجة تقدمها لأي إنسان مش إنك تديله فلوس أو تديله هدية. أفضل حاجة تديها لأي إنسان إنك ما تظلموش بأي حكم متسرع. وخليك فاكر دايما إن الكلمة ليها أثر، ممكن ترفع معنويات إنسان وتخليه يكمل، وممكن تكسره وهو بيحاول يقف على رجله وبيعافر عشان يكمل الحياة وبقية يومه. فخلينا ندي لبعض فرصة، نسمع، نفهم، وبعدين نحكم لو كان في داعي لكده أصلا. وفي النهاية عايز أسألك: هل حد قبل كده حكم عليك حكم من غير ما تعرف؟ ولما عرفت كان ايه شعورك ساعتها؟ اكتب لي في التعليقات لو شايف ان الرسالة دي تستحق ان هي توصل لأكبر قدر من الناس. وما تنساش اللايك والشير، يمكن تكون سبب ان حد يراجع نفسه قبل ما يظلم حد بنظرة او حتى بكلمة. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.